مرحبا بكم في حكايات من المغرب، القناة اللي كتقدم لكم قصص واقعية ودرامية من قلب المجتمع المغربي. حكايات كتمس القلب وكتخليك تعيش اللحظة بكل تفاصيلها. خليكم معنا باش تسمعوا القصة ديال اليوم. كنت ديما كنقول في قلبي وفي خاطري الراجل خاصو يكون سند، خاصو يوقف كي الحجرة قدام الريح ويحمي مراته وولادو من كل ما يقدر يضرهم، خاصو يضمن لهم المستقبل ويعطيهم الأمان. لكن الحياة ماشي ديما كتعطيك الفرصة باش تكون داك السند اللي كتمناه. الظروف كتجيب لما تستاشر معاك وكتفرض عليك اختيارات صعيبة، وأنا الظروف شداتني من عنقي حتى حسيت روحي كنغرق. الخدمة قليلة، المصاريف كتطلع والهموم ما بقاتش كتسالي، وليت كنشوف حياتي بحال قفص صغير وانا فيه بحال طير مكسور جناح. كنحلم نطير ولكن ما قادرش. كل نهار كنزيد نحس ان الامل كيضيع، وان الحل الوحيد باش نبدل هذا الواقع هو نمشي بعيد بعيد بزاف، حتى لو كان الثمن هو نخلي مراتي وولادي بلا راجل. نهار خرجت من الدار كان الجو بارد والسما عامرة غيوم بحال قلبي. كنت لابس جلابتي القديمة اللي شهدت معايا أيام الفرح والحزن، وكنحاول نخبي ارتباكي في خطواتي. كنت خايف حتى من نظرة مراتي، ماشي خوف منها ولكن خوف من اللحظة اللي غادي نشوف في عينيها ونعرف باللي أنا كنخليها تواجه الدنيا بوحدها. هي واقفة في العتبة كتسند يديها على الباب وكتشوف فيا والدموع عامرين في عينيها كيدمعوا بحال بحر هائج. كل موجة فيهم كتقول كلمة ما قدرتش تنطقها. ولادي الصغار كانوا حداها ما فاهميناش واقع، غير كيتسناو مني نضحك ونلعب معاهم كيف العادة. واحد شد جلابتي والاخر بدا كيجر سروالي من التحت، وانا كنحاول نرسم الابتسامة المزيفة باش ما يحسوش بالفراغ اللي غادي نخليه. وقفت قدام مراتي، خديت نفس عميق وقلت لها بصوت مكسور: سمحي لي، غادي نمشي لألمانيا باش نصوب مستقبلنا. هي ما قالت والو، غير هزت راسها بشوية، ولكن أنا كنت عارف أن الهزة ما كانش إشارة قبول، كانت فيها 1000 كلمة و1000 خوف، كانت فيها الله يسهل، وفي نفس الوقت ما تغيبش بزاف، وكانت فيها صرخة مكتومة كتقول بلا ما تمشي. حسيت قلبي كيضرب قوة ورجلي بغاو يرجعوا اللور، ولكن الحلم اللي كنت باغي نحققه كان كيجرني للقدام بلا رحمة ولا شفقة. السفر ما كانش سهل بمرة، ما خليت اش من طريقة باش مشيت عبر البحر ومن بعد الكيران ومن بعد الطيارات. كل نهار كنحس براسي كنضيع شوية من روحي غير باش نوصل للحلم الغامض. في ألمانيا اول نهار حسيت براسي غريب، حتى الهوا ما كانش كيف المغرب، الخدمة كانت قاصحة وكنت كنخدم بالساعات طويلة غير باش نوفر شوية الفلوس ونصاوب الوراق ونصوبي ولادي ومراتي اللي كان بالي معهم دائما. كل ليلة كنت كنتصل بمراتي كنسمع صوتها عيان كتقول لي كل شي مزيان ما تشغلش بالك، ولكن قلبي كان كيعرف ان شي حاجة ماشي هي هذيك. حتى واحد النهار جا عندي واحد من ولاد الحومة اللي كيسكن هنا وقال لي راه فلان كيدخل دارك بزاف. حسيت بقلبي تهرس على جوج، ما عرفتش باش تبليت او ما يمكنش مراتي تخوني، هذا غير شي سوء تفاهم. ما يمكنش مراتي كندوي معاها كل نهار وعارف بلي ما كاين حتى شي واحد. رجعت للمغرب على غفلة بلا ما نقول لحتى واحد. لقيت الدار ما هي دار، ولقيت ولادي كيكبروا بلا راجل، ومراتي وجهها ما فيهش داك النور اللي كان. ما كنتش باغي نتيق، ولكن الغياب كيخلي الفراغ، والفراغ ما كيعمر حتى شي واحد. داك الفراغ اللي خليت لمرتي ولولادي خليتهم بلا راجل وخليتهم كيتعذبوا في هاد الدنيا بوحديتهم. ما بقيتش قادر انني نتيق ان مراتي وصلت لديك الحاله. اليوم كنعيش بين ندم وحسرة. مشيت نقلب على المستقبل ولكن خسرت الحاضر، خليت عائلتي بلا سند ومراتي بلا حنان وكل شيء باش نصاوب حياة كنت كنتخيلها، ولكن الواقع كان قاسح من الخيال. الهجرة ماشي ديما الحل، احيانا الثمن اللي كتدفعو باش تربح كيكون اغلى من الربح على نفسه. وهاد القصة بالضبط كتنطبق عليا بزاف. حتى نعاود لكم قصتي في المرة الجاية. كانت هذه هي قصتي، واحد القرار اللي بدل حياتي كاملة،
وخلى قلبي عامر بالندم. الا وصلتك هاد الحكايه وحسيتي بها، ما تنساش دير لايك باش توصل للناس اخرين، ونتلاقاو في حكايه جديده من حكايات من المغرب.